يا شباب في مهن هتختفي، وفي ناس شاطره كتير هتقعد في البيت، واوريدي قعدوا في البيت، بس انا بقول لك اكتر واكتر واكتر اللي جاي ده. الزمن اللي احنا فيه ده ما بقاش زمن الاشطر، لان الاشطر من غير ما يعرف يسوق نفسه ويوصل لعدد كبير من الناس ويخلي الناس تشوفه في المنافسه الطحن اللي احنا فيها دي، مش هيعمل حاجه. ايه يعني انت محامي شاطر وعلامه في مجالك؟ ايه يعني انت ترينر او الانستراكتور عندك من العلم ما يكفي العالم ده كله؟ ايه يعني انت مدرس، دكتور، ايا كان وظيفتك ايه، فريلانسر، راجل كرييتيف جدا وبتعمل جرافيك عالي جدا جدا، كل ده جميل وعلى راسي، بس هي المشكله فين؟ المشكله انت عرفت توصل للناس وتكلمهم ويشوفوا شغلك ويحكموا عليه ولا معرفتش؟ يا جماعه احنا في زمن بقت بوابه دخولك للبزنس هو التسويق. هتعرف توصل للناس ويشوفوك ويحكموا عليك، احتمال تنجح واحتمال لا. على سبيل المثال انت شاب مثلا بتعمل فيديوز فيها مجهود وفيها فكره حلوه جدا وسكريبت قوي جدا ومحتوى حلو وصوره حلوه وصوت حلو، بس الفيديو بتاعك ده محدش شافه. هو مشكلتك ان هم قالوا عليه وحش؟ لا، مشكلتي ان انا معرفتش اصلا اوصل للناس انها تشوفه. يبقى بقت البوابه والمنافسه النهارده بين الناس وبعضها، ويمكن ده اللي قعد ناس كتير في البيت، ان هو ما عندهوش الملكه او الفكره بتاعه التسويق. اسوق البرودكت بتاعي ازاي؟ دي علشان تعملها لازم يبقى عندك شويه اساسيات كده وقواعد، من ضمنها مثلا انك تعرف طبيعه الاودينس او الناس اللي انت هتبيع لهم البرودكت بتاعك او المنتج بتاعك او عايزهم يشوفوك دول، شكلهم ايه، طبيعتهم ايه. من اساسياتها انك تكون محدد البرودكت بتاعك ده او الحاجه اللي انت بتعملها بفيتشرز واضحه تتناسب مع احتياجات الناس دي. من اساسياتها انك يكون عندك لغه تواصل مع الناس بالشكل اللي يناسبهم. ما ينفعش اكون بكلمهم الماني وهم عرب، ما ينفعش اكون بكلمهم بطريقه مثلا كذا وهم بيحبوا الطريقه الشعبيه. يعني عايز اقول لك ان الكوميونيكيشن، الفيديو ده انا عامله ليه؟ انا عامله علشان انبه حضرتك لو عندك بروجكت كويس او فكره كويسه، مش الحكم على نجاحها انها كويسه او وحشه، الحكم على نجاحها وصلت واتشافت ولا لا. الماركتنج بقى عنوان كبير جدا للعالم، كل العالم والمنتجات والاشخاص كل حاجه بتعمل لها النهارده براندنج. فانت لو عايز تلاقي لنفسك مكان، زي ما بتهتم بالمنتج بتاعك انه يبقى كواليتي عاليه وكويس، زي ما لازم تهتم بالتسويق وتشوف هتوصل للناس دي ازاي. طب سؤال بقى، هل التسويق لوحده كافي ان هو ينجحني؟ الاجابه لا. التسويق مش دوره ينجحك، التسويق دوره ان هو يخليك توصل للناس، يشوفوك، وبعد ما يشوفوك يحكموا عليك. طلع المنتج كويس والكواليتي حلوه تناسبهم فعلا، هيكملوا فيه وهيعمل لك وورد اوف ماوث وهيحكوا لاصحابهم عليك و. طب لو التسويق وصل لهم ولقوا المنتج يعني it doesn't meet الاكسبكتيشنز بتاعتهم والتوقعات بتاعتهم واقل خلاص مش هيكملوا فيه او مش هيعجبهم المنتج. بس نرجع ونسال نفس السؤال، هل احنا اصلا وصلنا للناس وشافونا ولا ما شافوش شغلنا؟ العصر اللي جاي ده كله عصر اختفاء الناس الشاطره اللي مش قادره تسوق نفسها، مش بسبب فشلهم، بسبب حته التسويق. واشوفكم دايما على خير.